الناس اللي قالت ان انا بتعاطى قهوه، اوكي ديت كل القهوه اللي عندي، بس انا هشرح لكم ليه القهوه دي عندي وانا متاكده ان انتوا هتفهموا موقفي. وان ستيب ات تايم. القهوه ديت من اليابان وهي دريب كوفي، ديت انا جايباها عشان اخدها معايا وانا مسافره. ديت بقى البادز اللي انا بشربها كل يوم، كنت جايبه 2 من دول وعشان دول طلعوا حلوين قوي فجبت دي كمان. وبعدين لقيت في بروموشن 40 واحده ديت الانتنسيتي 10. انا بحب كولومبيا من البراند ديت الانتنسيتي 8 فجبت واحده كمان. الانتنسيتي بتاعتها 11 عشان كده جبت علبه واحده بس منها. القهوه ديت من البرازيل تحفه، جبت منها كام نوع وما فاضلش غير ديت بس الدريب كوفي، فانا بحاول ما اخلصهاش كلها دلوقتي. القهوه ديت بقى من فيتنام والفيتناميز كوفي قويه جدا. انا جبت بس كنت علبتين فعلبه خلصت وفاضل العلبه دي. من احلى القهوه اللي شربتها في حياتي كانت في نيوزيلندا في محطه بنزين الساعه 1 بالليل. الكيويز بيعملوا قهوه حلوه قوي فعشان كده جبت الاثنين دول، واحده ريتش بلاند وواحده فول بودي. وقلت برضه اجرب البوت كوفي من نيوزيلندا بس الانتنسيتي بتاعت ديت 12 فقويه جدا. استراليا برضو عندهم انواع قهوه حلوه قوي وانا جبت كام نوع قهوه بس ما فاضلش غير ديت بس اللي هي ديكاف. القهوه ديت انا جايباها من المانيا وطعمها حلو جدا. دي جبتها من اسبانيا وطعمها حلو قوي برضو، الانتنسيتي بتاعتها 2 فجبت واحده ثانيه والانتنسيتي بتاعتها 4. ديت قهوه تركي انا جبتها معايا من مصر وكنت جايبه 4 اكياس ما فاضلش غير كيس واحد بس. دي بحب اشربها في الضياف بتاعي لما اكون رايقه كده واقعد استمتع بطعم القهوه. القهوه دي انا جبتها من وارسو بولند بس البراند من نذرلاند. دول انا جبتهم من جنوب افريقيا، الانتنسيتي 2 و3 طعمهم مش احلى حاجه بس مش وحشين. انسن كوفي دي انا جبتها عشان ابطل اشرب قهوه، عشان ما بحبش طعم الانسن كوفي، فلما اعمل كوبايه من ديت باخد وقت طويل قوي عشان اخلصها. لما احب طعم قهوه معين ممكن اشرب 3 4 كوبايات قهوه في اليوم، لكن الانسن كوفي ممكن تخليني اشرب كوبايه او 2 بس. ودي براند جديده نزلت دبي، انا دايما باخدها معايا وانا مسافره عشان اسهل من الدريب كوفي، عشان هي عامله زي باكت الشاي والبلاند بتاعهم تحفه. ديت القهوه اللي انا بشربها. على فكره انا بشرب القهوه من غير سكر في المج ده، اوكي؟